محمود الخطيب في جلسته مع محمد يوسف أصدر توجيهاته بتعديل عقد إمام عاشور ليكون ضمن الفئة الأولى المميزة ليتساوى مع كل من الشناوي وتريزيجيه وزيزو، بغض النظر عن إمكانية تمديد عقده من عدمه. بعثة النادي الأهلي تصل إلى تونس خلال ساعات قليلة بعد التوجه إلى هناك في الساعات الأولى من صباح اليوم لبدء فترة الإعداد. الزمالك يعلن تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين. محمد عبد الله جناح الأهلي الشاب يسافر مع الفريق إلى معسكر تونس بعد رفض ريبيرو خروجه للإعارة وتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم القادم. أحمد عبد الدين المدافع الشاب وحمزة عبد الكريم المهاجم الشاب يرافقان بعثة الأهلي إلى تونس بعد استبعاد المتمرد أسامة أبو علي واستبعاد كل من أحمد خالد كباقة وعهر سيد معوض وباقي اللاعبين الشباب. تقارير آدم وطني وكيل وسام أبو علي عقد جلسة مع محمود الخطيب عصر اليوم لتسهيل رحيل اللاعب إلى نادي كولومبوس الأمريكي، حيث أبلغه رئيس الأهلي أن شرطه الوحيد هو رفع العرض إلى 500 ألف دولار ليصل إلى 8 ملايين بدلا من 7.5. آدم الكايد لاعب الزمالك الجديد خضع لكشف الطبي اليوم في أحد المستشفيات الخاصة وعاد إلى الفندق بعدها، والإعلان عن صفقة اللاعب سيتم خلال ساعات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية. إبراهيم عبد الجواد الأهلي يتمسك بالحصول على 2 مليون دولار كإضافات، بالإضافة إلى نسبة 20% من إعادة البيع إلى جانب قيمة الصفقة الأساسية وهي 7.5 مليون دولار من أجل بيع وسام أبو علي للفريق الأمريكي. الأهلي يريد تمديد عقد آليو ديانج لمدة 3 سنوات إضافية وتعديل عقده ليكون ضمن الفئة الأولى للأجانب ليحتفظ به النادي لمدة 5 سنوات كاملة. الأهلي يناقش عروض رحيل أشرف داري من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض رحيل وسام أبو علي. ريبيرو يرفض كل المحاولات لإقناعه باصطحاب أحمد عبد القادر إلى معسكر تونس ويستبعد اللاعب تماما من حساباته، مؤكدا لإدارة الأهلي أنه لا يريد أي لاعب يثار حوله الجدل، خصوصا أنه يريد تركيز الجميع خلال فترة الإعداد فقط. الأهلي يستبعد إمام عاشور من السفر مع الفريق إلى معسكر تونس بعدما أكدت الأشعة الأخيرة صعوبة مشاركة اللاعب في التدريبات، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل استبعاده من المعسكر لاستكمال برنامجه التأهيلي في القاهرة. الغائبون عن معسكر الأهلي في تونس: وسام أبو علي استبعاد، إمام عاشور إصابة، مروان عطية إصابة، أحمد عبد القادر اقتراب الرحيل، إلى جانب سداسي الشباب أحمد كباكا، عمر سيد معوض، محمود لبيب، عبد الله بستانجي. محمد شريف يعود لارتداء القميص رقم 10 في الأهلي مجددا بعد موافقة جراتشارا على التنازل عنه، والأخير يقرر ارتداء القميص رقم 11. محمد شكري يقرر ارتداء القميص رقم 33 ويرفض ارتداء قميص علي معلول حتى لا يعرض نفسه لضغوط. ياسين مرعي يقرر ارتداء القميص رقم 2 بدلا